السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة وفيديو جديد، وكما كتشوفوا في الفيديو ان شاء الله غادي تحضروا معايا جميع سلو. بما ان الحمد لله حنا مقبلين على شهر رمضان، تنبغي نقول لكم بعد اول حاجة هي عواشركم مبروكة ورمضان مبارك كريم، والله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة، احنا وجميع الأمة الإسلامية كافة إن شاء الله يا ربي. بلا ما نطول عليكم بزاف، مرحبا بكم معايا مرة واحدة أخرى. مشي تشوفوا المقادير وكذلك طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أنا احتاجيت هنايا، عندي هنا كيلو ديال الدقيق، درت الدقيق ديال الشعير، ما درتش الفورس. ودرت هنايا 250 غرام ديال ديال إيلان، يعني شديتها حتى هي وحمرتها وطحنتها. درت هنايا 250 غرام ديال مخلطه ما بين النافع وحبه حلاوه. درت 125 غرام ديال القرفه. درت حبه ديال الكوزه صغيره محكوكه. درت شويه ديال الملحه وشويه ديال المسكه الحره. صافي دابا درنا اول حاجه هي درنا النواشف كاملين، وغادي نخلطهم كما كتشوفوا معايا بحال هكا، غادي نخلطوهم مزيان مزيان وعاد نضيفوا التباقي. يعني كما حضرت انا معكم العميده زين الناس اللي سبق لي حضرته حطيته في القناه، دابا هذه ثالث المرات. يعني العميده درت لكم بسلو صحي، يعني درت سلو صحي 100%. وحتى دابا نفس الطريقه غادي ندير، غير حيت صورته حيت المره داز درتو معجن شي شويه، هذا خليته شي شويه ناشف، يعني تقريبا نفس المراحل نفس كل شيء. هذا نقصت منه ما درتش فيه العميده، زرا كنت درت زرع الكتان، هذا ما درتش، يعني كاين شي تغييرات وصافي. هنا احتاجيت كيلو ديال الجنجله البلدي بعد ما حمرته، راك عارفين الطريقه، كنقيوه نغسلوه نقيوه نديروه في الشميشه ونحمروه. احتاجيت كذلك كيلو ديال اللوز حمرته بالقشره ديالو البلدي. كيلو ديال الكاوكاو البلدي حتى هو حمرته وقشرته، يعني كاين الحبه اللي تحيد منها القشره، كاين اللي بقات معليش. هنا خديتهم بعد ما حمرتهم، خديتهم عند مول اللي تيطحنوا في الزنقه اللي عندهم ماك الكبار، طحنوهم لي حتى ولاو كيما شفتوا بحال عجينه، يعني معجنين بحال هكاك. هنا غادي نصاوبهم على شكل املو. كناخذ المولينيكس، يعني اي عندكم خلاط كهربائي، اي خلاط كهربائي عندكم في الدار، وديك كاوكاو وجنجلان واللوز اللي شفتوا معايا، يعني كان عندي كيلو نقص منهم كما كتشوفوا معايا في الصوره هنا زلافه بحال هكا، حيت غرضي بهم خصني نخليهم، حيت ضروري حنا غسلو، ما خصنيش يجينا معجنه ولا رطب كامل، ضروري خصنا تكون عندنا شي حاجه كتقرمش فيه، يعني ضروري نطلق انا شي حاجه شي حاجه ديال القرمشه، اللوز وكاوكاو وديك الجنجلان ضروري نحسو بهم كناكلوهم. هنا كما قلت لكم كما غادي تشوفوا معايا، هنا خديت الهاشوار وخديت المولينيكس، يعني تنعاون بهم بجوج بهم في دقه واحده. انا هنا طحنت شي شويه، تندير واحد الكميه تقريبا بحال دابا مثلا تندير 250 غرام ديال هذا الخليط. هذا نتوما غتشوفوا معايا كنهز واحد الكميه يعني ميزاني ديال الخليط، كنضيف عليها كاس ديال الزيت البلديه، وتكون زيت البلديه يعني حلوه، ما تكونش فيها الريحه يعني قديمه ولا شي حاجه ما تصلحش، ضروري خصها تكون زيت بلديه حلوه. كنضيف ديك الخليط كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف عليه ديك الكاس ديال الزيت، وغادي نبقى نطحن ونعاود نطحن، يعني حتى بحال داك الجنجلان ولا كاوكاو ولا اللوز حتى هما كيطلقوا الزيت ديالهم، ويندمج الزيت ديالهم مع الزيت البلديه، وكيعطيونا واحد المذاق زويون، يعني ما كتبقاش ريحه الزيت البلديه، يعني على شكل املو. ومجرد ما كيتطحن ديك الخليط اللي درنا الاول، صافي كنبقاو نضيفوا على ديك الخليط هذاك شويه بشويه، كنضيفوا في الخليط الاخر حتى كنكملوا. يعني تقريبا بحال دابا كل كيلو احتاج لي تقريبا شي كاس ونص ديال الزيت بحال هكاك، وصافي تنستمر هكا حتى تنكمل كاع الكميه اللي عندي. يعني درتها اللوز والكاوكاو والجنجلان، يعني نفس الطريقه، يعني بحال خرجتهم على شكل املو بحال هكا كما كتشوفوا معايا، وبهم خلط. يعني الطريقه جد سهله وواضحه، يعني وهاد الطريقه هذه كتخلينا نتفاداو زيت المائده، وكتخلينا نتفاداو عفوا كتخلينا نتفاداو الزبده وزيت المائده. يعني كنحاولوا نخليو سلو صحي 100%. يعني كما شفتوا معايا انا قلت لكم غادي نعاون حتى بالمولينكس، حيت صعيب باش تطحن 3 كيلو في ماكينه وحده، يعني كتسخن بزاف، حيت هاد الطريقه هذه شويه كتبغي تعاون.
منها كتصير براسك، ومنها يعني كتخفف على هاد الماكينه. يعني بقيتي تضغط عليها بزاف. ما هنا بعد ما طحنت الخليط ديالي كنحاول نخويه على ديك النواشف اللي خلطنا الاولين في القصيعه، وكنخوي كيما شفتوا بحال هكا. يعني هاد الخليط اللي درت بحال هكا ما زدت لا زبده مذوبه لا زيت المائده، ما حتى شي حاجه. يعني كنحاولوا نخليو الوسلو ديالنا صحي وصافي، وكتبقى الاختيار يعني كل واحد وشنو تيفضل. يعني ما كاينش شي تغيير على سلو الاخر، حيت سلو الاخر كنديرو فيه السكر كلاصي، وكنديرو فيه زيت المائده والزبده، وكاين اللي كيدير غير الزبده ما كيديرش كاع زيت المائده. يعني كل واحد وكيتفنن فيه بالطريقه اللي بغا. احنا كنحاولوا زعما نحاولوا نديرو شي حاجه صحيه وصافي. هذا ما كان يعني وتا هاد السلو هذا ما كيجيش يعني مثلا باينه فيه زيت البلديه، ولا تقول مثلا نقصه مثلا زيت المائده ولا نقصوا الزبده. لا ابدا، ما كيجيش شي فرق ابدا، ما كيجيش. وحتى ديك الا ما كيجيش باين فيه. يعني ولا الطحين ديال الشحال حيت محمرين صافي تعطي واحد صافي. يعني جميع المذاقات كيتخلطوا كيعطيو مذاق واحد ديال السلو. ما كتجيش شي حاجه مميزه على الاخرى، ان باش تحسي بالا ولا باش تحسي بالطحين ديال الشعير ولا باش تحسي، لا ما كتحسيش بهم. بالنسبه للطحين ديال الشعير كما قلت لكمش، راه كتاخذوه اما كتاخذوه واجد مطحون بودره وكتحمروا بحال كنحمروا الطحين العادي ديال السلو. بالنسبه لإلا خديتها وحمرتها هكا، نقيتها وحمرتها وطحنتها حتى ولات بودره. بالنسبه لنا فحبه حلاوه داكشي راكم عارفين، يعني كنشدوهم كنقيهم حتى هما وكنسخنوهم غير شي شويه، ما كنحمروهمش وكنطحنوهم كما شفتوا. هنا بعد ما ضفت ديك الخليط اللي عندي كنحاول نخلط. هنا غير كنخلط هنايا على حسب التصوير. من بعد انا غنحيد هادشي، ضروري خصني شي بانيو كبير ولا شي قصعه اكثر من هذه، حيت ضروري خصك تسالك مزيان. حيت ما قد ما تسالك مزيان قد ما اي حاجه في هنا كتندمج يعني مع بعضياتهم، باش كيخلينا مذاق واحد. ماشي تعدي واحد البلاصه تلقاي فيها الجنجلان، واحد البلاصه تلقاي فيها اللوز، واحد البلاصه تلقاي مازال فيها غير الطحين. لا، هنا بعد ما خلطت ديك الشيء، ديك كاوكاو والجنجلان واللوز اللي بقاو لي انا كما كتشوفوا معايا انا هرمجتهم. اللوز بالقشره ديالو، كاوكاو نص نص يعني حبه مقشره حبه لا. الجنجلان حتى هو غير ضرب واحده بالماكينه وما خليتوش يعني يعني خصني الغرض ديالي بقى الزنجلان نلقاو حبات باقيين صحاح وصافي. هنا غادي نخلط بحال هكا. وبالنسبه للحلاوه انا ضفت العسل، يعني ما ضفتش سكر سنيده، ما ضفتش سكر كلاصي ولا سكر سنيده. ضفت هذا العسل، هذا العسل ديال الازهار الزمزمي. يعني المذاق ديالو بحال البلديه تماما، وماشي هو ماشي بلديه حره، مي هو ديال الماكله. يعني عسل ديال النحل المربي. هاد 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 الكميه ديال هاد العسل، هاد البواطه هادي خديتها على ما اظن 60 درهم. يعني هاد البواطه هادي ديال هاد العسل، ما عرفتش شحال فيها القياس ديال العسل بالعبر بالضبط، والله ما عرفتش. مي هاد القياس هذا جاني قد مع هذا العبر اللي درت ديال القوام، لاني هو هذاك في الحلاوه. ولكن اللي كيبغي الحلاوه يزيد العسل، ولا الا بغى يزيد، الا مبقاتلوش العسل يزيد شويه السكر. حيت انا جاني غير داكشي هو هذاك قدو هو هذاك. وصافي دابا هنا غادي نخلط مزيان، غادي نخلط مزيان 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 كما قلت لكم. وغادي ننزلوا الارض ضروري باش غادي ندلك بالمزيان وصافي. وغادي ديك الساعه غادي بين ما ندلكوه مزيان باش كما قلت لكم ضروري. وصافي ديك الساعه غادي نحطوه في طبق التقديم، ولا نديروه في السطيلات ديالنا، ولا فاش غادي نديرو كل واحد فاش تيديرو. في الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا اللي حضرته معايا كما شفتوا. يعني طريقه جد سهله وواضحه، ما فيها لا تعقيدات حتى شي حاجه، يعني ساهل ماهل. واخا تكوني ما عمرك صوبتي سلو غادي ينجح معك ان شاء الله من اول تجربه. وتنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. وحتى هنا تكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد.